تعال اقول لك على ثغره النهارده في عمق وسط نادي الزمالك. لو كان اشتغل عليها النادي الاهلي اكتر من كده كان هيسبب مشاكل كبيره جدا لنادي الزمالك، واعتقد ان الثغره دي هي سبب تغيير كولر الغريبه لوسام ابو علي ونزول مكانه بيرسي تاو، واعتقد اكتر ان جوميز طلع زياد كمال بسبب الثغره دي. اول حاجه لما تبص على اخطر فرص للنادي الاهلي هتلاقيها عن طريق العمق، وان نادي الزمالك كان عنده مشكله كبيره جدا بين الخطوط في ظل وجود زياد كمال. فهتلاقي ان اخطر فرصه للنادي الاهلي في الشوط الاولاني كانت لحسين الشحات في الانفراد الكامل في الدقيقه الثامنه. هتلاقي الكره هنا مع طاهر محمد طاهر، امام عاشور اتسرسب كده واتسحب في ظهر زياد كمال عشان يستغل المساحه والثغره دي اللي عند نادي الزمالك. هتلاقي طاهر بيلعب الكرة لإمام عاشور على طول من لمسة واحدة لحسين الشحات اللي جاي من الخلف للأمام. حسين الشحات بيردها له تاني وبياخد سبرنت وبيجري في ال18. إمام عاشور من لمسة واحدة بيودي حسين الشحات انفراد كامل بعواد، ولكن حسين الشحات حطها بشكل وحش جدا. الهجمة التانية الأخطر للنادي الأهلي في المباراة هتلاقيها في الدقيقة 91 تقريبا، نفس الكورة ونفس الهجمة. هتلاقي الكورة هنا مع حسين الشحات، قفشه بيحاول ان هو يستغل الثغره اللي في نص ملعب النادي الزمالك اللي هي بين الخطوط. حسين الشحات معاه الكوره بيعمل دبل باس مع قفشه، حسين الشحات بيعمل عرضيه لوسام ابو علي، ووسام ابو علي بيضيع هدف مؤكد للنادي الاهلي، بغض النظر بقى ان الكوره اوفسايد ولا لا، بس الفرصه دي ما تضيعش يا وسام باي شكل من الاشكال. فالنادي الاهلي بيستغل الثغره دي في وجود بيرسي تاو في الدقيقه 118 في اخطر فرصه للنادي الاهلي في الشوط الاضافي الثاني. هتلاقي الكوره مع حسين الشحات ناحيه اليمين، بيرسي تاو بيجري سبرنت وبيطلب الكوره في الثغره اللي موجوده في دفاع النادي الزمالك اللي هي في العمق، وحسين الشحات بيلعبها له على طول ويودي بيرسي تاو انفراد كامل بعواد، ولكن بيرسي تاو برضك بيضيع فرصه غريبه جدا.